يمكن ده فيديو غريب شوية لبعض الناس، وترددت كتير بصراحة ان انا يعني انشره. لكن لازم انشره. يعتبر جديد على بعض الناس وقديم على بعض الناس ومتقبلين بعض الناس. طيب زي ما احنا اتعودنا وزي ما انا قلت لكم كذا مرة ان مفيش حاجة بتيجي صدفة، وان دي تعتبر اشارة من ربنا سبحانه وتعالى ليك ان انت تسمع فيديو زي ده وكلام زي ده في وقت معين انت بقى دعيت بيه، بتمر بحالة معينة، شعورك ايه الفترة دي؟ انت اللي هتجاوب على نفسك فيها. لذلك الفيديو ده جه قدامك. ايه اللي هيخليك تتأكد ان الفيديو ده ليك كمان؟ ان انت هتفضل قاعد منصت ليه وسامعه لحد الاخر. عشان ندخل في الموضوع على طول، عايزة اقول لكم سر الطاقة اللي بتبقى موجودة في الايد. واول ما اقول كلمة طاقة هتبص تلاقي بعض الناس اعوذ بالله من الخبث والخبائث، انت شطانة ولا ايه؟ طاقة؟ ده الطاقة دي حرام، ده مش عارفة ايه. لا يا جماعة، احنا بنتكلم الطاقة اللي هي الإيمانية، والطاقة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيداوي بيها المرضى لما كان بيحط ايده وبيقرأ الفاتحة فالمريض بيشفى. تمام كده؟ تمام كده. ايه سر رقم 7؟ وليه أعداد فردية؟ ليه دايما احسن حاجه ان مثلا 3 تمرات او 7 بلحات او مثلا تسبيح 33 مره وهكذا؟ ايه سر الحاجات دي؟ وايه سر ايه سر طاقه الايد كمان؟ عشان ما نتلخبطش مع بعض، سر طاقه ايدك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسبح على ايده، ما كانش فيه سبح ولا الكلام ده، بيسبح على ايده. فعشان انت تشحن طاقة جسمك وطاقة ايدك عشان لما تيجي كده تتعب في يوم من الايام، او حد قريب ليك، ابنك، بنتك، لا قدر الله بعد الشر، بابا، ماما، اي حد يكون حاجة وجع في جسمه او اي حاجة كده، فتحط ايدك عليه كده وتقرأ القرآن، وان شاء الله بطاقة ايدك كده تشفى باذن الله. هي طاقة ايدك بس؟ لا. طب انت بتشفيها ازاي؟ بسر بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الفيديوهات بتاعت الطاقة يا جماعة اللي بتقولك نويت ان انا اكون شخص كذا واتقبل كذا واعمل كذا واستقبلت الاشارة وبعدت عن الاشارة وعديت الاشارة. الحاجات دي يا جماعة بيستخدموها بطريقة غلط. بيعتمد انت لوحدك كده، هتلاقي نفسك بتعتمد على ده طاقة كون مش عارف. لا، الحاجات دي موجودة بس بذكر ربنا. الطاقة موجودة وكل حاجة موجودة والهالات ومش كل دي حقيقة، بس بذكر الله، مش بنفسك كده انك تقول انا نويت اعمل كذا واستقبلت طاقة كذا. ولا، بإذن الله يا رب هستقبل طاقة ان بإذن الله هيحصل لي كذا اللي انا بتمناه. يا رب بإذنك يا رب انا بتمنى كذا حققهولي وانا مستبشرة يا رب خير بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كان بيقول ايه لما حد يقول لك ابشر؟ قول له قبلت البشرى فيما معناها. تمام؟ فاستبشر خير واعرف ان انت عندك طاقه قويه قوي في ايديك وفي جسمك وفي هالتك. طب انت تقوي هالتك ازاي؟ بايه الكرسي. آية الكرسي بتجعل حواليك هالة من نور وهالة زرقاء. أنا مش عايزة أخش في الحاجات دي تفصيليا يعني، بس بتخلي إن ما يقدرش يمسك مخلوق، سواء جن، انس، مش عارفه. انت بتحصن نفسك بايه؟ بايه الكرسي. بايه الكرسي والمعوذتين وقل هو الله احد. تمام؟ طيب بتنفس في ايدك كده. طب ايه ده؟ طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك انك بتقرا المعوذتين وقل هو الله احد والكلام ده، كل ده صح؟ فاكرين انتوا الكلام ده؟ وبعد كده بتنفخ 3 مرات، بعد كده بتمسح جسمك كله. ليه بقى؟ ايه لازمتها؟ عشان في طاقه، عشان جسمك اتملى طاقه. فانت لما بتسبح بتشحن ايدك بالطاقة، لما بتقرأ فيها قرآن بتشحن ايدك بالطاقة، بتملى جسمك وتحطها بالطاقة. فطاقتك لما انت تيجي تحطها على حد مريض او على جسمك، فهو بياخد الطاقة الكويسة منك او الطاقة الايجابية منك او طاقة الاستشفاء، وبعد كده انت بترجع بالطاقة السلبية اللي في ايدك، فعشان تنشطها تاني تقرأ فيها تاني وهكذا. طب ايه سر رقم 7؟ انا عن نفسي بحب رقم 7 جدا، يعني في التسبيح، في اي حاجة ارقام مضاعفة مثلا او كده. 7 مضاعف رقم 7، 3 في 7 ب21 وهكذا يعني. طيب الاعداد الفردية ربنا سبحانه وتعالى بيحبها لاني الله واحد احد فرد صمد. تمام كده؟ 7 انا بقى كاتباها لكم عشان ما انساش، بالذات بقى رقم 7. بصوا الاعجاز العلمي في رقم 7، وانتوا هتحبوا رقم 7 زي يا جماعة. بصوا انا كاتبه لكم كل حاجة. بصوا، ربنا خلق السماء في 7 ايام، و7 اراضي، و7 سماوات، والطواف 7 اشواط في الطواف. تمام؟ عدد ايام الاسبوع 7.
ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان برضو رمي الجمرات في الحج 7. رمي الجمرات عندنا 7 قارات، 7 سنبلات خضر واخرى يابسات في القرآن الكريم. ابواب النار 7، عجائب الدنيا 7. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة في سن 7 سنوات. عدد ايات سورة الفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيداوي بيها المرضى ويداوي بيها نفسه 7 ايات. المعادن الاساسية اللي موجودة في الكون 7 الاساسية اللي موجودة في الارض. 7 مستويات مدارية للالكترون. الوان قوس قزح 7. بس بقى يا شيكو كده لا 7 بحار، عدد البحار 7. طيور لما بتهاجر على شكل سرب بيهاجروا على شكل 7. لو تلاحظوا دايما في اغلب الاسراب الطيور بتهاجر بتبقى عامله على شكل 7. تكبيرات العيد 7. و7 يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله. 7. لما انت بقى تشوف كل ده تقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد كل الاعجاز ده اقول لك بقى حاجه كمان، لا اله الا الله محمد رسول الله 7 كلمات. طب ايه ده؟ عرفت انا بحب رقم 7 ولسه حاجات كتير قوي ما اتذكرتش وما نعرفهاش في الكون فيها سر رقم 7. عايزه بقى اقول لكم حاجه حلوه قوي. لما تيجي لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، زلزال اللهم احسن خاتمتنا جميعا يا رب. لما تيجي تقول يعني لما تيجي تعمل معيار لاي حاجه خليها 7 معالق، 7 كوبايات، 7 تمرات، وهكذا. خليك في ايه؟ في الاعداد الفرديه بقى 3 7 انت حر بقى براحتك، يعني انت حر. حاجه كمان، لما حد يجي يقول لك مثلا سوره ياسين دي سوره عظيمه تحقق معجزات، وحد تاني يقول لك لا قل هو الله احد، وحد يقول لك كذا وكذا وكذا كذا سوره، تمام؟ هو مش غلطان في حاجه. اولا مبدئيا خلينا نتكلم في نقطتين. النقطه الاولى اللي انت هتعارضه فيها حضرتك وهتعارضني وهتعارض اي حد مش مذكور في القران، في اللهم صل على النبي، في الاحاديث. اذكر دليل، مفيش في الاحاديث. طب لو انت بتستفتي قلبك وبتدي قلبك فرصه ونفسك فرصه، هتعرف ان اصلا الاحاديث بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه 90% منها مطموس، يعني مستخبي، يعني مش ظاهر ليك، يعني في ناس مصلحتها انها مش تطلعه ليك، او انك انت واخد بس نسبه 10% من الاحاديث وفي منها موضوع كتير، تمام؟ الليله كبيره قوي يا جماعه، واللعبه على كبير قوي. من الناس اللي هم مش عايزه اقول اسمهم في الفيديو احسن يتحذر ولا حاجه، بكتبها لكم على الشاشه، لكن الموضوع كبير قوي والله. فاستفتي قلبك. واقول لك بقى دليل كمان من القران عشان تستريح. بص تعالى بيقول في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. خد التانية، كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ده في القرآن، يعني معنى كده ان القرآن ربنا سبحانه وتعالى هدى وشفاء. ربنا حدد آية معينة أو سورة معينة أو ذكر؟ لا ما حددش، عشان ما تجيش لما حد مثلا يقول لك أنا برتاح للسورة دي فتقول له لا ده الرسول ما قالش كده، ده ربنا قال لك ان القرآن كله فيه شفاء. أنا هاجي للنقطة دي ثواني. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ربنا ما حددش. تيجي انت بقى حضرتك تتفزلك ولا حضرتك تتفزلكي وتقول لا فين الدليل على ان السوره دي ليها فضل؟ مثلا زي ما انا كنت متكلمه عن فضل سوره الضحى، وناس كتير كتبوا في الكومنتس ان هي فادتنا في كذا وعملت معانا كذا وردت الضاله بتاعتنا ومش عارفه ايه. ايه ده انتوا بتقولوا بدعه ايه حضرتك؟ ده قران. حاجه بقى مهمه. طب انا اعرف ازاي بقى؟ عشان انا كنت متكلمه برضو في فيديو قبل كده في النقطه دي، ان تعرف ان القران كله فيه شفاء للناس. فلما حد يجي يقول لك ان الصوره دي جابت معايا مفعول قوي جدا، هي طاقه جسمه اساسا مع الصوره دي. فانت اقرا. لما حد يقول لك مثلا ان الصوره دي كذا، في سلف صالحين يا جماعه، وفي ناس بيجي لهم رؤيه، وفي ناس بيستشفوا قلبهم يعني الموضوع كبير، موضوع كبير قوي. فانت استشف قلبك كده واستفتي قلبك. انا ايه اكتر صوره بحبها؟ ايه اكتر صوره قلبي بيرتاح لها؟ الصوره اللي قلبك بيرتاح لها وبتحبها انت ليك نصيب فيها، وجزء كبير من طاقة جسمك ليها موجه ليها. فانت حسب الصورة اللي انت بتحبها، والله العظيم لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم بيقين ربنا هيحقق لك كل اللي انت عايزه بالمعجزات ببركة كن فيكون. فبلاش والنبي يا جماعة العقل المحدود اللي كل حاجة عمال على بطال حافظين مش فاهمين. كل ما حد يجي يقول لكم حاجة حرام لا يجوز مش عارفة ايه، استفتي قلبك، استفتي قلبك. احنا في زمن فتن اصلا، احنا في زمن اساسا اذا كانوا حرفوا التاريخ مش هيحرفوا الدين. في ايه يا جماعه؟
طب اقول لكم حاجه بسيطه، ان في الحديث ده معروف جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا ريت حد يجاوبني في التعليقات، انا بتكلم بالنسبه لقناه اليوتيوب مش على تيك توك، لان الناس اللي بتناقشني على اليوتيوب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه بيقول لك ان الزانيه والزاني بنرجمهم حتى الموت، وان في حادثه حصلت ان هم راحوا قالوا للرسول ان هم استغفر الله العظيم يا رب زنوا، فحكم عليهم بالرجم حتى الموت. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله يضاعف لمن يشاء. متعارض مع السنة ولا لا؟ طب نصدق مين؟ القرآن ليس فيه تحريف، ربنا سبحانه وتعالى خلق القرآن أنزل بلا تحريف ومحدش يقدر ليوم الدين. أما في بعض الأحاديث هتبص تلاقي الناس بتضحك على عقولك لو أنت ما شغلتش مخك. قيس من ده كتير، في بعض حاجات حتى في آيات في القرآن الكريم متحرفة، اللي لا استغفر الله العظيم ما اقصدش الايات، التفسير بتاعها بيفسروها على مزاجهم وربونا على كده، ولما كبرنا لقينا تفسيرات مختلفه خالص بتدي معاني تانية خالص. دي ليها حلقه تانية لو انتوا عايزين يعني. تمام. انا بقى عايزه ارجع عشان ما توهكوش معايا، عايزه ارجع لنقطه ايه، ان بلاش يا جماعه تصغروا عقلكم وخلي عندكم بصيره. لما حد يجي يقول لك في ذكر معين كذا كذا كذا، اتبع وجرب، ممكن يتوافق مع شحنات جسمك وجسمك يتملي شحنات ايجابيه وفيها طاقه نور. الايه والصوره اللي انت بتحبها فدي بتاعتك انت، ليك نصيب فيها ان شاء الله. سر رقم 7، خليكم في القعدات الرديه ودايما حتى وانتوا مثلا بتعملوا طرق الماسكات والحاجات والكلام ده، لما تيجوا مثلا تحطوا بالمعالق 7 معالق، 7 مثلا حبوب مثلا من اللي هي المسمار او نبات السدر او وات ايفر، يعني اي حاجه ايا كانت 7. انا بعمل كده يا جماعه، انا بقول لكم انا بعمله. وبعدين ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ببركه بسم الله الرحمن الرحيم. دايما سمي الله في كل حاجه عشان تتملي بركه وطاقه ونور. اما حته بقى طاقه انا استقبل وانا مش عارفه ايه والكلام ده، استخدموها بطريقه صح بذكر الله. يعني انا باذن الله هعمل كذا، انا نويت كذا باذن الله، وقدموا المشيئه. عرفتوا؟ غيروها بطريقه كويسه، مالكوش دعوه بالدجل والشعوذه والحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي، عشان خاطر ايه يعني احنا في اخر الزمان. يعني بصوا عشان ما نروحش جهنم راكبين طياره، ماشي انتوا حرين بقى. فربنا يصلح حالنا وحالكم. وما تنسوش ان طاقه الايد، انت عندك طاقه قويه جدا، حاول تستغلها في الصح بس. وما تنساش سر رقم 7.